عملت اعلانات وجالك 100 رساله، حلو جدا، بس كام مبيعه بقى حصلت؟ مفيش مبيعات. اتفرج على الفيديو ده وانا هقول لك القصه. اغلب الناس فاكرين ان الترافيك هو النجاح، مع انه في الحقيقه هو مجرد البدايه بس، لان الترافيك من غير فانل واضحه او سيستم مبيعي واضح بيساوي ان في ناس داخله وناس خارجه، بس مفيش جنيه بنكسبه من وراهم. الترافيك ده عامل زي الزحمه اللي بتبقى قدام محل، لو معرفتش بقى تسحب الناس دي لجوه المحل وتفهمهم المنتج وتعرضه صح، عمرك ما هتعرف تبيع حاجه. اللي بيخلي الترافيك يساوي مبيعات هو: واحد، صفحة هبوط بتتكلم بنفس لغة العميل. 2، رسالة تسويقية بتلمس الألم اللي عند العميل بتاعك. 3، عرض يخلي القرار سهل وسريع، عرض يخلي العميل يقول أنا محتاج ده دلوقتي. ناس كتير بتصرف ألفات على الترافيك بس ما عندهمش خطة واضحة تخلي الزائر ليهم يتحول لمبيعات حقيقية. فلو هتشتغل بس إنك تجيب ترافيك للإعلانات بتاعتك، يبقى لازم الأول تشتغل على الفانل أو السيستم المبيعي الصح، لأن اللي بيحول الأرقام لأرباح حقيقية مش عدد الناس اللي شافت إعلانك، لكن عدد الناس اللي قرروا يشتروا منك. ما تقعش في فخ إنك مجرد تفرح علشان الأرقام، بس لازم تركز وتشتغل على معدل التحويل أو الكونفرجن ريت، مش مجرد الزيارات أو الناس اللي شافوا إعلانك وخلاص. قولي كده في الكومنتات بأمانة، هل لاحظت إنك عمرك عملت إعلانات بس مفيش مبيعات حقيقية؟ وتفتكر كان السبب إيه ساعتها؟ هستناك ندردش شوية في الكومنتات. السلام عليكم.